أفلاطون كتب عنها وقال اختفت بين يوم وليلة. بس هل كان ينقل قصة لو يحذر من شيء ثاني؟ اكو حضارة متقدمة اندفنت بالماي وكل شيء يدل انه اختفاها مو صدفة. يا اهلا وسهلا بكم، وياي انا عثمان. اليوم راح نحكي عن وحدة من اقدم واغرب الاساطير اللي حيرت البشر من الاف السنين. اسطورة مو بس غامضة، لا، هاي الاسطورة بيها علم، دين، فلسفة، خيال وامل. اليوم نحكي عن اطلانتس، المدينة اللي بلعها الماي واختفت، وظل البشر يدورون عليها آلاف السنين. بس السؤال الحقيقي مو بس وين صارت أطلانتس، السؤال الأهم، هل فعلا كانت موجودة؟ وشنو اللي خلاها تختفي بهالطريقة؟ خلي بالك وياي، لأنه قصتنا مو بس سرد، تحليل، تفاصيل ما سمعتهم من قبل. لا تنسى تشترك بالقناة ويلا نبلش. القصة بدأت قبل أكثر من 2400 سنة ويا فيلسوف يوناني اسمه أفلاطون. أفلاطون كتب عن أطلانتس بحواراته الشهيرة، تحديدا بحوارين اسمهم تيموس وكريتيوس، وذكر انه اطلانتس كانت حضارة عظيمة متطورة اغنى من كل المدن، فيها علم وهندسة وكنوز ما تنعد. وقال انها كانت موجودة قبل 9000 سنة من زمنه، يعني تقريبا 11000 سنة من زمننا. مكانها حسب وصفه وراء أعمدة هرقل اللي نعرفها هسه بمضيق جبل طارق. هواي ناس ظلوا يشوفون هذا الكلام على انه خيال وتشبيه رمزي. بس خلي نسأل نفسنا، ليش فيلسوف كبير مثل أفلاطون يكتب كل هاي التفاصيل، يوصف المباني، التكنولوجيا، المناخ، الحروب، بعدين يقول كلها خيال؟ أفلاطون مو كاتب روايات، أفلاطون فيلسوف، وكل كلمة اللي عندها معنى. اللي أغلب الناس ما يعرفوه انه أفلاطون نفسه قال هالمعلومات وصلتها من أجداده، وهم أخذوها من كهنة مصر، مو هو ألفها من راسه. وهاي نقطة مهمة، لأنه قدماء المصريين معروفين بثقافتهم وسجلاتهم، واللي كتبوه على الجداريات مو شوية. فهل فعلا انهم حكوا عن حضارة قديمة غرقت بسبب غضب الآلهة مثل ما قال أفلاطون؟ بس طبعا الله واحد. والأغرب، هواي حضارات قديمة من غير مكان بالعالم عندها نفس الفكرة، حضارة متطورة غرقت بسبب طوفان أو كارثة طبيعية، منهم السومريين والبابليين وشعوب المايا وحتى نصوص هندية قديمة. يعني مو بس أفلاطون يحكي عن حضارة غرقت، الموضوع أعمق من ما نتخيل. هسه نجي للسؤال اللي حير الناس، هل فعلا لقوا شيء يشبه أطلانتس؟ يعني هل أكو أدلة حقيقية تحت البحر تدل على حضارة غريقة؟ الجواب ممكن يفاجئك. بعام 1968 شمال جزر البهاما غواصين اكتشفوا شيء غريب تحت الماء، سموه طريق بيميني. مجموعة ضخمة من الحجارة مرتبة ترتيب هندسي مو طبيعي، مربعات ضخمة شكلها يبين انه بشر بنوها مو طبيعية. العلماء اختلفوا، منهم قال هاي تشكيلات صخرية طبيعية، والجزء الثاني قالوا، ومنهم علماء جيوفيزيائيين قالوا لا، هاي مو طبيعية، هاي بناء قديم جدا. ومن هذيك اللحظة صارت هاي المنطقة محل بحوث وتنقيبات، وملايين الدولارات انصرفت حتى يكتشفون إذا أكو مدينة مغمورة فعلا وماكو بس بيميني. سنة 2001 غواصين يابانيين صوروا هيكل ضخم تحت البحر قرب جزيرة يوناغوني جنوب اليابان. سلالم، الزوايا القائمة، الجدران، كلها تبين انها بناية. والعجيب انه هاي المنطقة عمرها اكثر من 10,000 سنة حسب تحليل الطبقات الصخرية. زين، شنو الرابط؟ كل هاي المواقع تحت البحر وكلها بيها شكل هندسي مبني، يعني احتمال حضارة غريقة، مو وحدة، يمكن أكثر. يعني إذا كانت أطلانتس مو بس وحدة، وإنما رمز لحضارات مسحت من الأرض بسبب كارثة طبيعية مثل طوفان أو زلزال أو ذوبان جليدي. إذا نصدق إنه أطلانتس كانت موجودة، زين، شنو اللي خلاها تختفي؟ أفلاطون ذكر غضب الآلهة والعياذ بالله، بس إحنا نريد تحليل علمي. خلينا نحكي عن 3 نظريات علمية قوية: الزلازل والتسونامي. المنطقة حول جبل طارق بيها نشاط زلزالي،
وإذا حضارة كانت مبنية على جزيرة قريبة لهناك، زلزال قوي زاد تسونامي ممكن يدمر كل شيء. وهاي صارت فعلا بتاريخنا، مثل تسونامي اندونيسيا 2004، ذوبان الجليد بنهاية العصر الجليدي. من حوالي 11,000 سنة درجات الحرارة بالأرض ارتفعت بسرعة وذابت كتل جليدية ضخمة. هذا رفع منسوب البحار بشكل مرعب وغرق آلاف الكيلومترات من السواحل. فإذا أطلانتس كانت مدينة ساحلية فممكن ببساطة غطاها الماء تدريجيا لحد ما اختفى. انفجار بركاني عملاق. هواي علماء يرجحون أنه أطلانتس كانت موجودة بمكان يسموه ثيرا، واللي هو اليوم جزيرة سانتوريني باليونان. هاي الجزيرة صار بيها انفجار بركاني قبل آلاف السنين، دمر الحضارة المينوية اللي كانت موجودة هناك. والبركان مو بس دمر، وإنما سوى تسونامي أثر على البحر المتوسط كله، يعني مو خيال. هاي نظريات مبنية على علم وجيولوجيا وتاريخ. خلينا نوقف شوية ونسأل نفسنا ليش موضوع أطلانتس مهم؟ لأن إذا نقدر نثبت وجودها أكو احتمال إنه البشرية كانت متطورة أكثر مما نتصور حتى قبل آلاف السنين. خلينا نربطها بحضارات ثانية. السومريين مثلا حكوا عن مدينة إريدو اللي غرقت. عند المايا أكو أسطورة مو، وهي حضارة عظيمة اختفت فجأة. وبالهند أكو أسطورة الفيدا اللي تحكي عن آلات طائرة. حروب نووية وأماكن خرافية غرقت بعد الصراع. هل هاي كلها أساطير؟ لو أكو جزء من الحقيقة بين السطور. اللي يربك إنه التشابه موجود رغم المسافات واللغات. شلون حضارة بالهند والثانية بأمريكا الجنوبية والثالثة باليونان كلها تحكي عن حضارة عظيمة غرقت فجأة؟ هنا يجي التحليل الحقيقي. اكو احتمال انه كل هاي الاساطير هي تكرار قصة وحدة انقسمت وتحورت على لسان الشعوب مع الزمن. افلاطون وصف اطلانتس انها كانت متطورة بشكل مو طبيعي بالنسبة لزمنها. قال عندهم نظام مائي متقدم، مباني من الذهب، هندسة معمارية دقيقة، وقوة بحرية مرعبة. زين، هالسوالف كلها شلون صارت؟ يعني قبل آلاف السنين شلون حضارة توصل هالتقدم؟ اليونانيين، الرومان، وحتى المصريين ما وصلوا لهالمستوى اللي أفلاطون وصفه. اكو فرضية غريبة شوي بس مثيرة. أطلانتس كانت حضارة مو بس متقدمة تقنيا، وإنما امتلكت علوم فقدناها أو نسيت مع الزمن. بعض النظريات تقول إنه أطلانتس استخدمت طاقة غريبة اسمها طاقة الكريستال. هاي النظرية تكرر بكل مكان، من حضارة المايا للفراعنة، واللي يقول لك انهم كانوا يستخدمون الكريستالات مو للزينة وانما لتخزين ونقل الطاقة. بعض الصور المحفورة بالجدران القديمة فعلا تبين اشكال تشبه المولدات او اجهزة نقل. هنا نوقف ونسأل، هل اكو علم مفقود؟ او يمكن العلم هذا ممنوع ينكشف؟ من المستفيد من بقاء هاي العلوم بالظل؟ هواي باحثين ومؤرخين من بداية القرن العشرين حاولوا يحققون بأصل أطلانتس، بس وايد منهم واجهوا محاربة أو سخرية أو حتى تهديد. بس ليش؟ أكو من يقول إنه المؤسسات العلمية الكبيرة وحتى بعض الحكومات متعمدة تخلي موضوع أطلانتس أسطورة بس، لأنه إذا ثبت وجودها راح تنقلب مفاهيم هواي. راح نعيد كتابة التاريخ ونعترف إنه البشر قبل آلاف السنين كان عندهم تكنولوجيا، هندسة وحتى علوم طاقة فوق اللي موجودة اليوم. بعض الناس يربطون الموضوع بالنخبة العالمية ويقولون إنهم يحتفظون بهاي الأسرار لأنه السيطرة على المعرفة تساوي السيطرة على الشعوب. ممكن تكون مؤامرة أو ممكن تكون مجرد مبالغة، بس السؤال يبقى ليش كل مرة واحد يقترب من الحقيقة يتم إسكاته؟ ليش الإعلام السائد دائما يسخر من فكرة أطلانتس؟ خلينا نفكر شوي. يمكن أطلانتس مو مجرد مدينة ضاعت وانتهت، يمكن هي فكرة أو دورة تتكرر. البعض يقول إنه إحنا هسه نعيش بعصر أطلانتس الحديثة، حضارة متقدمة تقنيا بس روحيا ضايعة. اللي صار بأطلانتس حسب أفلاطون صار ويانا، غرور، طمع، حروب وتدمير للطبيعة. ونهاية أطلانتس كانت بسبب الفساد والتمرد على قوانين الكون. فهل إحنا هم رايحين لهالنهاية؟ هل إحنا نعيش آخر أيام أطلانتس العصر الحديث؟ وإذا فعلا أكو علوم قديمة ضاعت هل لازم نرجع نكتشفها؟ الموضوع مو بسيط. قصة أطلانتس تختلط بين الأسطورة والحقيقة، بين الدين والعلم، بين الخيال والمستقبل. لكن الواضح إنه أكو حضارات انمحت، أكو أسرار ما نعرفها، أكو تاريخ لازم نعيد النظر بيه. أنا ما جاي أقول لك صدق، لا، جاي أقول لك فكر، دور، لا تاخذ كل شيء من مصدر واحد، لأنه الحقيقة مرات تكون مدفونة تحت الماء أو تحت قرون من الكذب والتعتيم. وإذا فعلا أطلانتس كانت موجودة فيمكن يوم من الأيام ترجع للنور، بس مو كمدينة بل كفكرة، كوعي جديد، كبداية جديدة للبشر. إذا وصلت لهنا فأنت فعلا مهتم.
خلي رأيك بالتعليقات، انت شو تقول؟ هل أطلانطس خرافة لو حقيقة مدفونة؟ وإذا تحب أبحاث أكثر عن حضارات ضايعة أو علوم مفقودة سوي لايك واشترك. سلام.